بخصوص زهيرة. إذا هيك سربي كتير، بس هيك من عيوني أنا صدقت يجي اليوم يشوفك فيه عريس. جماعة على خير إن شاء الله. شبكون ما جاوبتوني، ليش سكتوني؟ بالظاهر في مشكلة جديدة. شو في أيمن؟ جدو، يا عيون جدو. إذا أيمن ما بده يحكي أنا رح أحكي. احكي حبيبتي احكي. أيمن بده يطلب إيد زهيرة، وهلا كان عم يقنع الماما مشان تحكي معك بالموضوع. يا سلام يا سلام، والله كبرت يا فارس وصار في لك أحفاد بدهم يتجوزوا. برافو عليك يا ايمن. انا كنت بفتكر حالي اني اول واحد من العيله رح يرتبط، بس شايف انك سبقتني. على كل حال اسمها صايره وصايره. بيشرفني يا عمتي وبيسعدني انه اطلب منك ايد الانسه مني. يا حبيبي يا حبيبي، وانت كمان بدك تتجوز؟ بس مو قبل ما نسمع موافقه عمتي. يلا قولي موافقه. لا، أنا ما بقدر أوافق لحتى أسمع موافقة الباشا، لأنه الرأي الأول والأخير بيبقى لإله. الله يرضى عليك يا بنتي، طول عمرك عقلك كبير. أنا موافق يا أولاد. إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك ألف مبروك يا عريس. خلينا يا أولادي نطوي صفحة الماضي وننظر للمستقبل بثقة وتفاؤل. خلينا ننسى الماضي اللي راح، ننسى الأيام السوداء اللي عشناها كنا فيها عطشانين للمرح، للحب، للسعادة. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ألف مبروك عريس، من قدك من قدك. يلا مع السلامة النهاية.